يتحدث مع تنظيمات دولية. بس أنا هوري لكم أردوغان بقى لما كان بيروح ضريح هرتزل ويبكي في أحضان الإسرائيليين. شوفوا الفيديو اللي جاي. هنا صورة لأردوغان في أحضان الإسرائيليين وهو يتحدث في إسرائيل، وزار المحرقة وزار ضريح هرتزل وواقف اهو جنب قيادات إسرائيل منهم إرييل شارون، يحظى بالدعم وينعم برضا تل أبيب وأغدر رجالها وأغدر قيادتها هذا الرجل إرييل شارون، وهو هنا بيزور ضحايا المحرقة. يعني أردوغان رايح يزور ضحايا المحرقة وبيضع إكليل الزهور إرضاء للحكومة الإسرائيلية وللولايات المتحدة الأمريكية أيضا التي بالتأكيد أمرته بذلك. مش هنتكلم، كل المواقف باينة. احنا عندنا على طول تاريخنا ولا واحد من قياداتنا كان يجرؤ، ما بقولش هو عايز، كان يجرؤ انه يعمل حاجة زي دي. عيد لي الفيديو تاني وبشهده في المحرقة او لو ليه بقية. يعني ادي اردوغان، يعني ما انت طول عمركم علاقاتكم كويسه جدا مع الاسرائيليين ومناورات مشتركه وعلاقات تسليحيه وشغل بحري شغال مع بعض وعمل استخباراتي مع بعض، وطول الوقت تركيا. انتوا ناسين ان تركيا دي هي راس حربة حلف الناتو في اوروبا، يعني هي راس الحربة موجهه نحو الشرق. انتوا ناسين ولا ايه؟ مش هنتكلم بقى اردوغان والقيادات التركيه بتعمل ايه في اكراد، في الاكراد. شوفوا شارون جنب اردوغان. ارجو ان انتوا يعني تلتقطوا هذه الصور، والشباب بقى المخلصين مش العملاء والخونه يشيروها، يعني على الاقل يعني اعمل حاجه. ما بقولكش قطع المسلسل التركي، مع ان لازم، يعني احنا قطعنا هنا في النهار وفي محطات كتيره جدا اصطفت في مقاطعه المنتجات التركيه، لكن ادي اردوغان ده مش محتاجين نكلمه يا جماعه، لانه كاذب، يعرف أنه كاذب، ثم يصطنع الوهم ويصطنع مناصرة حقوق الإنسان فيما هو يخدم تنظيم دولي يريد أن يفتت المنطقة. يا ليتهم كانت لهم أهدافا سامية نستطيع أن احنا نتعاطف معها، لكن احنا أدركنا بعد تجربتهم في الحكم وفي الإدارة أنه حتى هذه الأهداف لم تكن أبدا أهدافا سامية، لكنها كانت أهداف تمكينية لا يوجد للإسلام أي مكان فيها على الإطلاق. ولو كان الإسلام بطلها، ولو كانت الشريعة هي غايتها، ما كانت اصطفت الولايات المتحدة الأمريكية والمخابرات الأمريكية والمخابرات البريطانية والمخابرات الدنماركية وراء هذا المشروع، وما كانوا قد أعموا أعينهم عن هذه الأسلحة التي ظهرت في شوارع القاهرة، لكنهم يعرفون أنه لا مكان للإسلام هنا، وأن كل ده منظر وشكل علشان يستوعب بيه جماهير المسلمين، فيجيب لك واحد بدقن وبعد كده يضحك عليك ويكون بينفذ كل مخططات التقسيم للانقضاض على البلد. هذه الصور نهديها إلى أردوغان وشعب تركيا عشان نفكروا، ونهديها أيضا لشعبنا المصري عشان نعرفه، ونهديها أيضا لهؤلاء الذين يتحصنون ويتساندون على الخارج ليعرفوا أن هذا الخارج لا مكان له إلا في أحضان إسرائيل.